السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما جرت العادة ودائما مع أخبار اللاعبين المغتربين من أصول جزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية، نسلط الضوء اليوم على لاعب جديد ينشط هذه المرة في صفوف نادي غانغون الفرنسي، ويتعلق الأمر باللاعب ناير صهيب. هذا اللاعب من مواليد سنة 2002 بفرنسا، أصول جزائرية من جهة الأب والأم وتحديدا من ولاية لمسان. تكون اللاعب ناير صهيب في صفوف نادي ماتسا الفرنسي، وخلال سنة 2022 انتقل للعب في صفوف نادي غانغون وتحديدا في صفوف الفريق الثاني أي فريق الرديف، أين تألق بشكل لافت للانتباه، ومباشرة بعد انضمامه لصفوف هذا النادي يتم ترقيته في نفس الموسم لصفوف الفريق الأول لنادي غانغون، مع العلم بأن هذا اللاعب ينشط في منصب قلب دفاع، يمتاز بطول القامة التي تبلغ 186 سنتيمتر، يتقن اللعب برجله اليمنى، يمتلك إمكانيات بدنية وفنية هائلة جعلت منه يتألق خلال الموسم الحالي في صفوف الفريق الأول لنادي غانغون بدور درجة الثانية الفرنسية، حينما شارك في 12 مباراة تمكن خلالها من المساهمة في صناعة هدف وحيد وبتوقيت لعب 886 دقيقة لعب، تلقى خلالها بطاقة صفراء وحيدة وأخرى حمراء. اللاعب ناير صهيب أصبح قطعة أساسية في صفوف نادي غانغون الفرنسي، وقد تحصل على شرط قيادة الفريق بالرغم من كون هذا اللاعب الشاب يبلغ من العمر 22 سنة فقط، وهو ما يبين بأنه يمتلك كل الإمكانيات البدنية والفنية اللازمة التي تسمح له بتمثيل محاربي الصحراء خلال المواعيد القليلة القادمة، وتبقى هذه وجهة نظر ليس إلا. سلام.